بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى كلامنا النهاردة هيكون عن بداية تغيير حقيقي لكل واحد. المفروض بإذن الله يعني لما بدأنا كلامنا عن سنة السين 2026، وهي تاني سنة، خلي بالك، تاني سنة من السنين الأربعة في زمن التواصين. أول سنة كانت 2025 وكانت سنة حرف الطاء، وحرف الطاء المس أو الهمسة الإلهي الرباني من تأثيراته الكبرى هو التطهير. التطهير ده بيجي إما بحاجة بتسمعها، يا إما بتغير بيحصل لك. دي كده اسمها الطهارة، إزالة حاجة عنك. طالما في حاجة اتزالت عنك يبقى ده كده تأثيرات حرف الطاء. ولذلك لما نزلت على موسى عليه السلام فاخلع عليك، كان صوت هو الأول لمح نار. النار دي بالنسبة له نور، وبناء عليه رايح لمصدر النور ده، وهو مش عارف هو رايح فين. ودي نقطة مهمة. اللي بيبقى عايز يهتدي ما بيخافش، ودي حطها كده في حسبانك وخليها على جنب. اللي بيبقى عايز يهتدي ويتغير ما بيخافش. طيب، فراح لمصدر النار أو النور. احنا بتحصل معانا بالعكس بالظبط. هو راح لمصدر النار أو النور وسمع صوت. تأثيرات الطاقة الصوت، احنا قلنا إن الصوت كل الأنبياء مش بيبقوا عارفين طبعا، هم دول مهديين أصلا. إن الصوت هو أقوى صفة في حرف الطاء. يعني حرف الطاء زي باقي الحروف، ليه كتلة ووزن ولون وتأثير وتأويل وحركة. كل الحاجات دي في تأثيرات حرف الطاء. لكن أقوى حاجة فيه منورة نهاد ربنا يحفظك. أقوى حاجة في الطاء هي الصوت. الله ينعم عليك حبيبي، هي الصوت. ولذلك هو تلقى هذا الصوت. فلما تلقى هذا الصوت إيه اللي حصل؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. طب في حاجة هنا مهمة لازم نبقى عارفينها. الوادي المقدس ده هنتكلم عليه، ولكن هل الوادي ده هو معروف إنه مقدس ولا هو أصبح مقدس؟ وده سؤال مهم جدا جدا جدا. الوادي ده هل هو طبيعته مقدسة، معروف إن هو كده، ولا أصبح مقدس؟ خلي بالك السؤال ده يغير تاريخ. طيب، المهم إنه لما خد الصوت، إن في حد كان كاتب إن موسى كان بيخاف. ما هو ده التغيير، إنه كان بيخاف وأصبح مش هيخاف، أصبح ما بيخافش. أعتقد أصبح لأنه مساحة خاصة بينه وبين ربه. أصبح مقدس، معروف إنه مقدس، طبيعته مقدسة ومقدس بالطبيعة أو بسبب حدث قديم. هقول لكم الإجابة بس مش هشرحها. الوادي ده المعروف عنه إن هو مقدس أصلا. هو ما أصبحش مقدس، لا، هو ازدادت قدسيته بالصوت، إنما هو مقدس أساسا، مقدس من قبل. ممتاز. هو أصلا وادي مقدس، من بداية الخليقة مقدس 100. تمام. طيب، فالصوت اللي استقبله ده حرف الطاء، سورة طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. احنا طبعا شرحنا الطاء والهاء، الهاء الهوية والطاء الصوت النازل عشان يفرق بالهوية دي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني انت اللي هيحصل لك ده مش شقاء،
ده تغيير يعني مقدس من قبل. طبعا ده وادي مقدس في مصر، طبيعته مقدسة ومعروف انه مقدس، بس موسى اللي ما كانش فاهم قدسيته، ودي معلومة كده خدها حطها على جنب برضه. فالتغيير جاي لسيدنا موسى عليه السلام، جاي لسيدنا موسى عليه السلام. فاخلع عليك، ادي اول ازالة، ادي اول ازالة بنزيل حاجة من عليك. طيب تاني حاجة وما تلك بيمينك يا موسى. لازم تعرف اللي انت بتملكه ايه، عشان ممكن يكون هو ده مصدر رزقك وقربك من الله اصلا، وقربك من الله سبحانه وتعالى. يبقى خلي المعلومتين دول هنجيلهم ونشرحهم دلوقتي. في حاجة اتزالت وفي حاجة استخدمها معاه في نفسه. طيب جميل قوي. فسنة حرف الطاء دي كانت جاية بالتطهير بالإزالة، وجاية كمان بإن هي تفهمك مس أو همس إلهي رباني. تمام. دخلنا في السنة وعدت أول سنة من التواصيل، عدت أول سنة في زمن التواصيل، في منها اللي فهم واتعلم، وفي منها اللي مكبر دماغه وماشي في طريقه زي ما هو، بل بالعكس هو بيرجع لورا، بس هو فاهم ان هو بيتقدم في الطريق، يعني لانه مش عكس الزمن، فهو ماشي عكس الزمن. طبعا سنين التواصين زي ما قلنا عدت هوا. طبعا 4 سنين التواصين دي سنين سريعة. ليه سنين سريعة؟ لان هي مربوطة بالصوت، وسرعة الصوت طبعا كبيرة جدا. طيب تاني سنة وهي سنة السين 2026. والسين ده زي ما قلنا هو مختلف عن الطاء حرف أولي لأنه بادئ في الأول، طه وطاسين وطاسين ميم مرتين، بينما السين ده مذكور في كذا زمن، يعني في عين سين قاف، وفي ياسين صح، وفي طاسين ميم مرتين، وطاسين مرة. طيب السين ده مفكك، مربوط بثلاث حاجات، سين وياء ونون. سين وياء ونون. السين احنا ربطناه بالعرش، سنة العرش والملوك والكرسي والعرش والملوك والكرسي مرتبطة بناس حالية زي ما قلنا، الملوك والحروب والكلام ده كله اللي شفناه، ومرتبط كمان بالخلفاء زمان، سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا إدريس عليه السلام، فرعون، كل دول مربوطين بالعرش. والعرش مربوط بالأهرامات. جميل. وربطنا السين كمان بالنساء وأحداث النساء، حدث ولا حرج، وشهر 6 طبعا شهدت مهازل. ليه؟ بسبب رقم 6. ورقم 6 ده رقم في منتهى الأهمية، ولذلك إبليس بيحاول يستخدمه للسيطرة على الناس. ولكن رقم 6 ده هو كذلك رقم الأولياء، لأن رقم 6 ده خلي بالك هو الفاصل بين ال5 رقم الميزان الإنسان، والميزان أسماء خماسية مجموعها 5. أنا عارف إن الكلام ممكن يكون جديد على ناس أو صعب على ناس، بس لما تسمعه كذا مرة واللي بنقوله هو مش كلام كاتش هتاخده كده وتفهمه، لأ، هو محتاج إن أنت تكون حاضر عشان تفهم، ومحتاج إن أنت تركز، ومحتاج إن أنت تفلتر حياتك عشان تفهم اللي إحنا بنقوله. لأن في ناس كتير بتبعت لي في حاجات مش فاهمينها، في حاجات كذا كذا كذا. خش في الموضوع هتفهم. طالما في ناس فهمت يبقى أنت هتفهم، بس لازم تعمل إيه؟ لازم تتطهر الأول، هي العملية كده. ولما تتطهر تخش في درجات بقى، في اللي فاهم قوي، وفي اللي فاهم نص نص، وفي اللي فاهم شوية، وفي اللي مش فاهم خالص، عشان تعرف تستقبل. ده استقبال، ده تردد، لازم تبقى عامل كذا طبقة دش.
هو طبق الدش ده بياخد اللي بيجيب القنوات منين اصلا؟ من القمر الصناعي. من القمر الصناعي لازم تتوجه، تكون قبلتك ناحية القمر، قبلتك ناحية القمر ده عشان تعرف تستقبل القنوات. لو انت مش متوجه ناحيته مش هتفهم. مش هتفهم. لازم تكون متوجه كده لهنا للكلام اللي احنا بنقوله ده عشان تفهمه. انما هتاخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. انت تسمع كل الناس، ولكن تسمع كل الناس ولكن مش متوجه ناحيته. خلي بالك، هتتوجه ناحيتهم في كلام من اللي بنقوله هيقع منك. هتلاقي في قنوات شغالة وقنوات بتقع. عشان كده مثلا الناس بتوع الأطباء أو اللي بيظبطوا قنوات الدش وكده يجي يقول لك إيه، في قنوات تقيلة. يعني إيه تقيلة؟ يعني مثلا لما تيجي تعمل تحديث في قنوات موجودة وقنوات عايزة ظبطة معينة قوي، توجيه حقيقي. يعني لو الطبق متوجه كده في قنوات هتيجي وقنوات تقيلة لا. نفس الكلام، نفس الكلام. لو انت مش متوجه عليها، مش متوجه على الكلام، مش متوجه على الكلام، في حاجات كتير هتقع منك. وده كلام كده ايه، حطه في حسابك عشان انت اللي بتختار. وهتعرف دلوقتي ان انت اللي هتحاسب نفسك، انت القاضي، انت القاضي. طيب، فقلنا ان السين مرتبط بالنساء وبالعرش، والعرش قلنا مرتبط بأنبياء معينين، مرتبط بأنبياء معينين. واتكلمنا طبعا على النساء، واتكلمنا على النساء. ولما بدأنا نقول على أحداث النساء في ناس سمعت وناس ما سمعتش. طيب حد هيجي يقول لي بقى كلمة مهمة جدا. هنفترض ان في النساء مثلا، النساء اتضرت كتير للاسف الشديد، يعني كتير، وبقت كله بيصور وكله احداث 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 احداث. هنفترض ان كل دول كلهم ما سمعوش اي كلمه من اللي بنقولها خالص. هنفترض كده. وهنفترض مثلا، هناخد مثال كده، هناخد مثال اكزامبل، ان واحده فيهم ضرت نفسها او عملت اي حاجه وما سمعتش ولا فيديو من اللي بنقوله. انا بمهد لك عشان تعرف انا عايز اقول لك ايه. باقي الياء والنون ما لسه هتدخل في عليه. هنفترض المثال ده، سين دي من الناس، حسابها يبقى عامل ازاي؟ حسابها يبقى عامل ازاي؟ اقول لك انا، حسابها يبقى 50% من 2025. 50% من 2025. ليه 2025؟ لان هي سمعت ان هي مفروض تتطهر. هي سمعت ان هي هجيب مثال على الرجاله دلوقتي عشان محدش يقول لي بس ان انا بقى عنصري او حاجه. يعني ان هي سمعت انها مفروض تتطهر. ممكن يكون ما سمعتش كلام 2026 اللي هو السين والنساء وان خلي بالك ده لازم ترجع للفطره وتغيري افكارك وتفلتريها. كل ده لازم، كل ده لازم، الزمن بيقول لازم. هنفترض ان هي ما سمعتش بتاع 26 بس هتكون سمعت بتاع 25 بتاع الطاعة. ما حصلش، حصل لها العقوبة هتتحاسب. حصل لها العقوبة هتتحاسب. طب واللي سمعت وما جاش على بالها الكلام وما جاش على هواها خالص، ايه اللي يحصل؟ برضه هتتحاسب. وهتحاسب وايه؟ هي اللي هتحاسب نفسها بنفسها. هي اللي هتحاسب نفسها بنفسها. يعني ايه؟ يعني هيجي في وقت الحساب هتكون هي القاضي وهي المتهم، وهتمسك الكتاب وهتقول انت جالك النصيحة الفلانية ليه عملتي في نفسك كده؟ المتهم مش هيعرف يرد. المتهم مش هيعرف يرد، مش هيجاوب، لأنه هيحس إحساس. هيحس
إن الحاجة حق مطلق. حق مطلق يعني مطلق، يعني مفيش بعديه كلام. هو حق، يعني هو مفيش كلام، مفيش رد عليه. عشان كده كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كفى دي بنفسك، لأن نفسك دي حق. انت مش جاي في الدنيا كمالة عدد، لا، احنا مش كمالة عدد خالص. وعليكم السلام. حتى يتبين له أنه الحق. الله يفتح عليك. ده هو الحق كده كده لازم هتشوفه، أنا وانتو واللي ما سمعناش. كده كده هنشوفه كلنا. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم ممن تبعك. انت عارفين يعني ايه تبعك؟ هو هل لو جيت سألت، أنا بتكلم دلوقتي على النساء وهاجي على الرجال حالا، وهخش على الياء والنون، وهنخش على الفقه الإسلامي. يعني دول 3 حاجات معانا دلوقتي. عارفين يعني إيه وممن تبعك؟ هل لو جيت سألت أي امرأة على وجه الأرض، أي واحدة، أنت متبعة إبليس مثلا، هل ممكن واحدة فيهم تيجي تقول أنا متبعة؟ هل ممكن حد يجي يقول كده؟ يعني هل مثلا نتخيل إنها تيجي تسأل أو تسألي السؤال ده لأي ست وتيجي تقول أنا متبعة إبليس؟ أمال مين اللي متبع إبليس؟ اللي اتبع إبليس ده مين؟ لما أجي أسأل مين الناس اللي متبعة إبليس، هتقولوا لي إيه؟ مين الناس اللي متبعة إبليس؟ هم مين؟ الذي اتخذ إلهه هواه، الخارج عن الفطر، أولياء الشيطان، تصرفاتها غلط، المسلمين الغاوين. هيقول لك الغرب وكده، التي لم تسجد. اللي متبع إبليس المفسدين في الأرض. كل ده نتائج. كل اللي بتقولوه ده إجاباتكم صحيحة، بس كلها نتائج. كلها نتائج لإيه بقى؟ لحاجتين. أنا حاسس بتكلم فين ساعات الواحد بيشوف إنه مش غلط. ما أنا هقول لك بقى، الكبر واحد، 2 التعالي. الله يفتح عليك. بس لو انت عندك حاجة من الاتنين دول، الكبر، استكبرت أم كنت من العالين. لو انت عندك حاجة من الكبر أو التعالي، انت هتكون متبع إبليس ولو ب1%. تيجي النتائج بقى بعديهم، ان انت تقول بقى استحقاق، ان انت تقول انا خير منه، ان انت تفسد في الارض، ان انت تكون من الغافلين، ان انت ما تسجدش او انت ما تسجديش. اي حاجة من التصرفات دي ناتجة عن الحاجتين دول. فلما حد يسأل طب انا اعرف منين اذا كنت انا متبع ولا مش متبع؟ اعرف منين انا يعني؟ شوف الحاجتين دول عندك. في الايجو اللي عندك عامل ازاي. بص على نفسك كده، بصة بالعدسة المكبرة كده. الحاجتين دول عندك ولا لأ؟ كبر وتعالي. الإيجو، الأنا، طبعا الاتنين دول هما اللي هيعملوا كل فساد في حياتك. هتكون فيهم متبع إبليس ولو بدرجة. طبعا أعلاهم. احنا لما بنتكلم على النساء والسين، لأن النساء اختبارها كبير، والناس فاكرة إن أنا
لما بتكلم على النساء أنا بتكلم بصورة سلبية خالص. أنا بحب النساء وخايف عليهم خالص. لا، الغرور حاجة تانية. الغرور حاجة تانية. هل عزة النفس فيها كبر وتعالي؟ هنا بقى المدخل الشيطاني. مين اللي يحكم على عزة النفس أو لأ؟ حضرتك. كل ده مش بصورة سلبية. امال السلبية ازاي؟ لا، مش هتكلم بسلبية اصلا، مش هنا السلبية. حضرتك اللي هتحكم على نفسك مش انا. انت ممكن تستشيري حد ويقولك، حد يوجهك، حد ينصحك، انما في الاول وفي الاخر حضرتك هتاخدي كتابك كده وممكن تبص بسبب فعل واحد مسارك كله غلط. كله. عارفين يعني ايه مسار؟ عارفين يعني ايه المسار كله غلط؟ يعني من عند النقطة دي اللي هو بداية الاختبار، مثلا ان حد جه عليكي مثلا شوية، حد جه عليكي، انا افترض ان حد جه عليكي وانا قلت لك ما تعمليش رد فعل. حلو كده. من النقطة دي بداية اختبار. هنا بداية الاختبار. لما قال لهم اسجدوا، ده بداية الاختبار. من النقطة دي هتتفرع احتمالات، كل احتمال فيهم مودي الحياة. في أعلى احتمال اللي هو الصح المطلق، أعلى صح هنا اللي هو السجود المطلق ده. وفي آخر نقطة لما تاخدي مثلا أبدي مثال، يعني لما تاخدي أكبر رد فعل. جميل. لو هنفترض بقى نمسك مثال انك خدت اكبر رد فعل ومشيتي في الطريق ده، والطريق ده مكمل كله كده غلط طول ما انت ماشيه، في حاجات بقى صح في النص مش انما الطريق ذاته المسار كله غلط. حضرتك الحكم هيبقى سهل خالص يوم القيامه خالص. مفيش بقى الاسئله بتاعت عزه النفس، طب مش عارف ايه، طب المجادله، مفيش مرافعه. يعني مفيش محامي هيترافع ويقول طب احنا كنا مثلا لا مفيش. ليه؟ لان احنا هنجيب النقطه اللي ضلتي من عندها دي، وهتلاقي انت بنفسك هتشوفي ان كان المفروض ممكن اعمل كده وكده 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 وكده. 14 احتمال. 14 احتمال. انت خدت الاحتمال اللي فيه رد فعل عنيف فغيرت المسار كله. اختبار عنيف طبعا. فهتيجي من عند النقطة دي هتبص هتلاقي نفسك ماشية في الاحتمال اللي هو اللي تحت خالص ده. فهتعرفي خلاص بدون ما تبصي على باقي الكتاب. الكتاب اتضرب. هل احنا مثلا، عشان الموضوع لما بقول لكم الموضوع مهم وخطير جدا، انت لازم تبقى متيقظ لحاجة زي كده. هديك مثال بسيط. هل هيغني عن إبليس يوم القيامة أعماله الصالحة ما قبل السجود؟ تاني السؤال. هل هيغني عن إبليس يوم القيامة أعماله الصالحة ما قبل السجود؟ هو كان مع الملائكة أصلا. يعني إبليس بالسين اللي عنده ارتفع مع الملائكة. يعني رغم انه من الجن بس راح مع الناس الصفوة بسبب عباداته، بسبب انه فنان. ولازم انت كده تبقى فاهم كده بالعلم بقى ان مخلوق زي ابليس بالاغواء اللي بيعمله ده عالم كبير قوي يا جماعة. عالم كبير. ده عارف المداخل كلها. عارف، خلي بالكم، عارف مداخل النفس. وده العلم على فكرة. هو ده العلم مش المعلومة. لا، العلم هو علم النفس، لأن هي الوعاء اللي هيستقبل العلم. خلي بالك،
عشان كده في ناس وأضله الله على علم، عادي عادي، ممكن ناس بعلمها. ما هو فرعون ده أعلم واحد في مصر، رمسيس الثاني. رمسيس الثاني ده كان ليه قوم، يعني تخيل واحد طاغية وقوم فرعون، يعني تخيل إن واحد ليه قوم، يعني كان آسر الناس بالعلم وبالحب وبكل حاجة. متخيلين؟ يعني رمسيس الثاني ده اللي انتوا بتسمعوه عنه ده حقيقي وزيادة. فرعون، فاهمين؟ فالعلم مش هو النفس هي المهمة، وهو ده كانت تأثيرات الطاعة، وهو ده كانت تأثيرات الطاعة. عشان نفسك الأول، مش نفسك، لا مش جماعة، ده الشعب كله، مش جماعة ماشي، ده الشعب كله تبعه. استخف قومه فأطاعوا. طاعة. أنا ربكم الأعلى ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. موضوع تاني خالص فرعون ده، موضوع تاني خالص. طيب، وموسى طبعا هو سر من أسرار القرآن طبعا. فهي النفس كده. فخلي بالكم إن لما هتيجي تحكم على كتابك من عند النقطة دي والاتباع، أعمالك مش هتغني عنك حاجة. أعمالك الصالحة في الضلال مش هتغني عنك حاجة. أقولها تاني. لو خدتي المسار الغلط في الحياة، لو خدت المسار الغلط في الحياة، بتصومي وبتصلي، المسار ده كله كده مع بعضه ديليت. عارفين Alt Control Delete اللي نفس الكلام بالظبط. زي امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يغنيا عنهما من الله شيئا. شيئا ده اللي هو ايه؟ عبادتهم لم تغني عنهم حاجة خالص نهائي. الموضوع كله فيه اتباع لإبليس. الموضوع كله فيه اتباع لإبليس. فطالما اتبعت النار دي، طالما اتبعت النار الداخلية دي، حقيقة في الحق بتاع الخلق، لازم مسارك هيقول إليها. وعليكم السلام، ازيك يا عمر. لازم مسارك هيقول إليها، لازم هتكون عذبة مع النار، مع جهنم، ملهاش غير كده. يعني احنا مش هنجامل، احنا مش هنجامل. بلاش أسئلة بره الموضوع. احنا مش هنجامل. النار اللي جواك أو جواكي لازم تطفأ، ولازم تطفأ. هي المفروض كانت من السنة اللي فاتت كنت تشتغل عليها، سنة حرف الطاء. دخلنا مع سنة حرف السين، بدأت العقوبات طبعا زي ما انتم شايفين كده. في طبعا ده اللي ظاهر، ده اللي ظاهر، خلي بالك. في اللي مش ظاهر أصلا، دي العقوبات. سمعت هتحاسب نفسك، ما سمعتش هتحاسب نفسك برضو. واحنا محدش، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذره. ولو دي معناه إنه مش هيلقي أصلا. ولو طب مش هتلقي ليه؟ لأن أنت خلاص من عند النقطة بانت أنت رايح فين. هيظهر لك كده نقطة اللي هو فيها اختبار إن أنت المفروض هنا تتغير. المفروض من عند لما سمعت النقطة دي تتغير ويحصل لك تغير في حياتك. والله الراجل ده بيقول كذا كذا كذا. في ناس بتحس وناس ما بتحسش، وتقعد مع نفسك تفكر. ما تخليش الإيجو، لا الإيجو تقعد تنزل فيه.
فمن عند النقطة دي هتلاقي كتابك كده، من عند النقطة دي هتلاقي كتابك كده، وفي اختبارات مسارات، وفي المسار اللي تحت ده والمسارات السبعة الأرضيين. بس في 7 مسارات في السماء و7 في الأرض. المسارات اللي تحت خالص دي هتلاقي عليهم محطوط بادج إبليس 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 إبليس، وأنت متبع وماشي وراه. فخلاص الموضوع منتهي. خلي بالك يا جماعة، الكتاب ده هقول لكم معلومة مهمة دلوقتي. كل واحد ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. الكتاب ده عارفين ايه؟ الكتاب ده عامل بالظبط زي طريقة برايل. عارفينها دي؟ سمعتوا عنها قبل كده؟ سمعتوا عنها؟ نقط كده عاملة زي بتاعت الناس الأطفال في الحضانة نقط كده. نقط كده، وهم بيحسسوا الناس المكفوفة يعني. آه آه وبيحسسوا كده، وبيمشي يقعد يقرأ الكلام. جميل؟ طيب، كل واحد من اسمه ومن مساره مرسوم له خط يمشي عليه. جميل؟ مرسوم له خط كده يمشي عليه. الخط ده فيه خطوط أعلى، اللي هي بقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي هي مقامات السماوات زي كتاب الإشارات السبع كده. وفي خطوط تانية أرضية. الحاجات ده كتابك أنت. طبعا بسبب الحتة دي الناس فكرت بقى بتناسخ الأرواح والأكوان الموازية والهجص ده كله. طبعا الكلام ده مفيش حاجة اسمها كده أصلا. فكروا بقى إن في حد تاني اسمه عمار في أرض تانية بيعمل حاجة الفلانية. ومفيش يا ابني، هو أنت ده احتمال، ده احتمالية. فالكتاب ده أنت بتبقى شايف المسار. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اللي أنت بتعمله بنتقل عليه بالقلم زي الأطفال بالظبط، بنتقل عليه كده. فأنت هتيجي تفتح كتابك وهتقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الموضوع هيبقى واضح بالنسبة لك، يعني زي ما انت ما بتشوف الشمس كده بالظبط. واحد هيجي بيقول لك الذكر، وواحد تاني انت فلان خليل. لان الذكر هيجي لك ليه؟ لان الكتاب نفسه لما وانت بتقراه كده، الكتاب نفسه لا مش قدر مكتوب وخلاص، لا ده انت بتختار بنفسك، ان انت اللي هتحاسب نفسك. ما انا هقول لكم دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الفقه بقى. هيجي كده كتابك وانت شايفه كده، هتلاقي الكتاب مكتوب فيه ان جالك الذكر الفلاني وسمعته، وده اللي ماشي مع الخط الحقيقي بتاعك، واللي مفروض هيوديك في الاخر لليسر او للجنة. بس انت هتلاقي نفسك طنشت ومشيت تحت، وبقيت ماشي مع فلان الخليل ده، او سامع كلامه بقى، ايا كان، وسايب المسار الصحيح بتاعك، وانت اللي ماشي بقى وعمال تعمل في اعمال ممشيك في المسار الغلط، او ممشياكي في المسار الغلط طول الطريق. فتبص حياتك كلها تلاقيها كلها كده غلط. هل الخط الحيوي والصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم موضوع تاني طبعا، موضوع تاني، ولكن هننسبه ليه؟ ايه السبب؟ ما انا قلت لك حاجتين: الكبر والتعالي. الكبر والتعالي. كفى بربك هاديا ونصيرا. طبعا. طيب، فبناء عليه أحداث كتير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحداث كتير، وناس كتير بتتعاقب، وناس كتير بتتضر، وناس كتير مش عارف إيه. وعلى الجانب الآخر من السين
على الجانب الآخر من السين في ناس يعني أنا لما جيت قلت إن فرعون ده هو رمسيس الثاني أكبر ملوك مصر، المصريين نفسهم زعلوا. ولما جيت قلت المصريين زعلوا. ولما جيت قلت إن القرآن بيتكلم عن مصر وأرض مصر والحضارة المصرية القديمة، غير المصريين زعلوا. الموضوع مش هوى بالنسبة لي، مش بقول بالمزاج، هي مش بالمزاج. هو بعدين لما القرآن بيتكلم على الحضارات المصرية ما بيتكلم عليهم إن هم كفروا بالله سبحانه وتعالى، وده الحق بقوله زي ما هو. انت عايز تستقبله كنبيه، مش عايز، دي بتاعتك انت، مش عايز، دي بتاعتك انت حر، انت اللي مسارك وانت اللي هتمشي فيه. وابقى متغاظ جدا من ان الناس بتوع اثار وبيقول لك ان الحضارات المصريه كلها كانت موحده بالله. يا عم ازاي؟ هو ده واحد لا قرا قران ولا عارف حاجه عن القران ولا عن الاثار حتى، ويقول لك ان نتر معناها في الحضاره المصريه القديمه مش عارف ايه. يا عم هم جابوا اسماء ما انزل الله بها من سلطان، ملهاش سلطان. المصريين القدماء عملوا كده، ايوه، كان معاهم اسماء استبدلوها باسماء تانية ملهاش سلطان. هو مش فاهم يعني ايه سلطان، ومش فاهم يعني ايه علم الاسماء وعلم الحرف اصلا، هو مش فاهم حاجه. بس انا بتضايق يعني ان الناس الله، والناس تبقى مبسوطه بكلام زي كده عشان على الهوا، ومصريين طبعا اللي بيقولوا كده يعني. فهو مش عارف السلطان من مش عارف هو مش عارف يعني. طيب، وبناء عليه ان انت تيجي تشوف فرعون اي حاجه غير رمسيس الثاني، انت بعدت خالص عن قصص الانبياء كلها. ليه بقى؟ لان فرعون اللي هو رمسيس الثاني، فرعون اللي هو رمسيس الثاني فرعون اللي هو رمسيس الثاني وموسى، وتحس انهم بيقولوا طلاسم، هم مش فاهمين حاجه خالص. هو مش فاهم حاجه، هو ده اللي ذاكره. في ناس بتحاول بس اغلبهم بعيد يعني. فرعون رمسيس الثاني وموسى عليه السلام، اسمع المعلومه دي، وموسى عليه السلام دول الوصله بين ما قبل وما بعد، يعني دول حلقه الوصل. ولذلك هم عايزين يتوهوك في دول تحديدا. دول حلقه الوصل بين مصر وبني إسرائيل فيما قبل وبعد. يوسف موضوع تاني، يوسف عليه السلام ده قصة خاصة بيه كده هنتكلم عليه. إنما موسى وفرعون دول أهم شخصيتين في القرآن كتاريخ تأريخ للقصص. موسى وفرعون الوصلة الحقيقية. لا يمكن تفهم التاريخ بدون الاتنين دول. لا يمكن تعرف الأحداث بتاعت مصر وبني إسرائيل اللي قبلهم والمستقبلية لأن ليهم مستقبل، وده اتكلمت عنه في الفيديو اللي هو بتاع المهدي وسورة الدخان وكده، فيديو مهم جدا طبعا. دول مش هتفهمهم إلا لما تعرف الاتنين دول، الماضي والحاضر والمستقبل. لا يمكن تعرف المستقبل بتاع بني إسرائيل إلا من خلال موسى وفرعون. لا يمكن. إيه السبب؟ لأن هم دول الأساس، هم دول أساس القصة، هم دول المترتب عليهم الوعد الأول والوعد الثاني. موسى وفرعون دول المترتب عليهم الوعد الأول والثاني. طبعا ده تأويل. هو ده علم الكتاب. علم الكتاب يعني إيه؟ يعني من عند النقطة تاني، من عند النقطة دي. علم الكتاب ده علم نفس، الموضوع مش علوم. يعني من عند النفس دي والنفس دي تعرف مسار ده إيه بأحفاده، ومسار ده إيه بتاريخه. هو ده الموضوع.
هو ده الموضوع. طيب، حاجة مهمة قوي عايز أقولها، إن أنت عشان في سنة السين يحصل لك العلو المطلوب، اختبار لنفسك جميل جدا جدا جدا. في فيديو وحلقة الفقه الإسلامي قلت لك على حاجة مهمة جدا، قلت لك على حاجة مهمة جدا، إن الفقه الإسلامي عمل حاجتين في غاية الخطورة. إيه هما؟ أول حاجة إنه عمل هجر للقرآن وخلاك تهجره، خلاك تهجر القرآن وأنت مستريح وأنت مطمئن نفسيا كده، ويا سلام أنا هاجر القرآن، أنا هاجر القرآن و... 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 هاجر القرآن وأنت إيه؟ وأنت مش حاسس بتأنيب ضمير، نقدر نقولها كده يعني بكل أريحية. ممتاز، هاجره خالص يا عم، أنا مالي، جميل. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الكلام ما هتلاقيه معاك في الحساب بقى، في الحساب هتلاقيه معاك يعني سموذي، كل حاجة محطوطة في نقطتها وانت هتشد في شعرك. هاجر القرآن بأريحية، هاجره وانت مقتنع ان انت ملكش علاقة بيه. الفقه الإسلامي ده من أكبر الحاجات اللي عملها، انه خلاك تتخذ القرآن مهجورا، مش تهجره، خلاك تتخذه مهجورة. يعني ايه؟ يعني في هجر بينك وبينه. يعني هو القرآن سبحان الله، يعني اللفظة دي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لفظة تخض، والله لفظة تخض أصلا. يعني إن القرآن يبقى ماشي كده وإنت ماشي عكس الاتجاه، وإنت مطمن وشايف إن في ناس بقى إيه هي اللي ماسكة الموضوع، يعني ماشيين عكس بعض تماما. متخذه مهجورا يعني أنت بتهجر. فاكر شفتوا كده لما حد بيهجر مكان، هو بيفضل يبعد يبعد, يبعد. هجرة من الهجرة، ممتاز. بيفضل يبعد يبعد يبعد، انت عمال بتبعد تبعد. طب مين يقدر يقول لي ويبقى بقى أستاذ؟ هي سهلة يعني، بس يبقى أستاذ برضه. مين يقدر يقول لي، مين يقدر يقول لي ليه الهجر، ليه الهجر بيزيد؟ اللي هيقول لي يبقى أستاذ. عايز هي كلمة، كلمتين. ليه هجر القرآن بيزيد؟ يعني لو واحد مثلا متخذ القرآن مهجور، خلاص هو بينه وبين القرآن يعني في جاب، في جاب، في اللي هو في مساحة كده، في مسافة. ليه بقى الجاب دي بتزيد؟ العلم. يعني العلم بسبب الفتوى؟ لا. ليه الجاب بتزيد والهجر بيزيد للقرآن؟ عشان عدم مصاحبة الزمان. ممتاز، الله يفتح عليك. عدم مصاحبة الزمان، الله يفتح عليك، ممتاز، ممتازين. بسبب عدم مصاحبة الزمان هيفضل هجرك للقرآن في اتساع، اتساع غير منتهي. ربنا يحفظكم، ده انتوا الأساتذة يعني. في اتساع غير منتهي. الموضوع ده يا جماعة خلي بالكم فجوة بالظبط. طبعا فجوة بتكبر. عارفين يعني ايه بتكبر؟ عارفين يعني ايه بتكبر؟ عارفين يعني ايه اصلا بسبب عدم مصاحبة الزمان؟ طب اشرحوها كده، حد يقول لي يعني ايه. يعني المسافة او العلاقة بيني وبين القرآن بتكبر بسبب عدم مصاحبة الزمان، عشان الناس لو في ناس جديدة بتسمعنا يعني. ازاي؟ اشرحها لي كده، اشرحها لي. حد يشرحها لي. يعني ايه بسبب عدم مصاحبة الزمان؟
يعني بيركزوا على حاجات مش مهمة ومش تبع الزمن أو الأفكار الحالية. بعد المسافة والفكر. القرآن بيعرفك موقعك من القرآن بيفتح أزمنة تانية والذكر كذلك. وربنا بيطوي الزمن لعباده الأبرار. ماشي، عايشين في زمن الجاهلية، القرآن ماشي مع الزمان. جميل. بيفضلوا في زمن بعيد عن الزمن الحالي، الفجوة تزيد. أيوة كده، الأحداث لا يتم اتباعها. ممتاز 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 ممتاز. الله يفتح عليكم. عدم قراءة الكتب الحالية مثل كتب التواصين وغيرها. الله الله عليك، إجابة عظمة. فهمك الأمور تأتي متأخرة أو لا تأتي. الله يفتح عليكم. ممتاز عمرو. الزمان بيجري وهم واقفين مكانهم فبيشيخوا، والشيخ بيقف عنده العلم ما بيزيدش. 100. بيفضلوا في زمن بعيد عن الزمن الحالي، الفجوة تزيد. الله يفتح عليكم. ممتاز. بيخرجوا من المسار والرؤية الصحيحة وبيتبعوا مع أتباع آخرين. صح. 100. الله يفتح عليكم. ممتاز ممتازين. القرآن ده كتاب زمن. كتاب زمن يعني كتاب زي ما قلت لك بيتكلم عن الحضارات اللي قبل كده، وفي نفس الوقت بيكلمك على الزمن اللي انت فيه. الزمن عشان قالوا ان الحروف المقطعة سر لا يعلمه الا الله، للأسف جهلوا وضلوا ضلالا بعيدا. بشوف ان الكبر برضه سبب اي حاجة ضلال، الكبر والتعالي. خد المعلومة دي كده، خديها كده زي ما هي كده. الكبر والتعالي ده اتباع إبليسي. ممكن تلاقي أكبر شيخ في الحياة وعنده اتباع في الحتة دي، هتلاقيه في الآخر رحم. ممكن تلاقي أبسط واحد في الحياة ما عندوش الحاجتين دول في أعلى عليين. هي دي حقيقة الدنيا. هي دي حقيقة الدنيا. لبست الطيلسان ولبست العمة وفكرت ان انت خلاص، اتباع إبليسي. اتفضل على طول يا جماعة. الموضوع أصله ولن يغني عنك من الله شيئا. عادي، مش هتقف عليك، مش هتقف عليك. يعني أي حد حواليه متكبر ما خدش منه نصيحة. المفروض كده، المفروض كده. بصوا يا جماعة، انتوا كده كده هتسمعوا ناس كتير، كده كده هتسمعوا ناس كتير. وممكن حد من اللي انت شيخ يطلع في التلفزيون مثلا، انت ممكن تكون فاكره متكبر، ممكن تستفيد منه، بس ما ينفعش تتبعه. ده فرق كبير قوي، وده فرق كبير. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. انت بتتبع احسن القول، احسن واحد بتتبعه. انما السمع انت بتسمع الكل، ومش عايز تسمع انت يبقى احسن، يفضل يعني. بس هنفترض ان انت بتسمع الكل. يعني هنفترض ان فلان مثلا انت بتتبعه ده مش هيقول لك كل حاجه في الدنيا، يعني اكيد مش هيعمل كده. ففي ناس تانية هتقول لك كلام تاني، اسمع. بس لما هتيجي تتبع لازم هيكون اتباع واحد. لو ما اتبعتش واحد بس يبقى انت كده بتتبع الهوى. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. بس ولذلك النبي ما بيجيش نبي معاه إلا واحد بس، موسى عليه السلام. الموضوع خلي بالك، علم الكتاب وقصص الأنبياء ده من أعظم حاجات الدنيا أصلا. من أعظم حاجات اللي في الدنيا هي قصص الأنبياء الحقيقية، غير بقى القصص الهقص يعني. من أعظم الحاجات اللي في الدنيا. عارف ليه؟ لأن هي كلها بادئة من قصة آدم. كلها بادئة من قصة آدم والملائكة وإبليس. هتقول لي يعني حتى مثلا قصة نوح؟ أقول لك طبعا كله خارجين من الحتة دي، خارجين من نقطة نفسية. نقطة نفسية، النفس. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وربنا ليه بيعمل الحاجات دي؟ عشان انت تفهم، تتعلم. عشان انت تتعلم علم الكتاب، تبقى فاهم بقى ان ده يروح كده وده يروح كده وده يروح كده وده يخرج منه كده وكده وكده.
الاحتمالات الأنفس اللي هي مربوطة بما نزل القمر، ده علم كتاب صرف. الاحتمالات دي خارج منها أحداث القرآن كلها. الرحمن علم القرآن قبل خلق الإنسان عشان يبقى جاهز ليه. لو أنا خلقت الإنسان قبل ما أعلم القرآن، لو خلقت الإنسان قبل ما أعلم القرآن، معنى كده إن القرآن أهم. الإنسان أهم. الإنسان أهم لأنه هو اللي هيتلو القرآن، هو اللي هيأول القرآن، هو اللي هيروح للقرآن، هو اللي هيفسر القرآن، هو اللي هيعيش مع القرآن. القرآن نفسه للإنسان. أنت يا ابني اللي بتتلو وبتقرأ، أنت اللي بتعيش الحالة دي. فتخيل بقى الفقه الإسلامي عمل فيك إيه. وهقولها تاني 95% إن لم تكن تزيد من الفقه الإسلامي هوية إسرائيلية. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. التفاصيل جاية من الهوية دي. حتى موسى عليه السلام نفسه لما راح مجمع البحرين، الهوية دي هوية كده. إنما هوية التثبت وهوية العلم دي هوية مصرية بامتياز. في المطلق لا، مش في المطلق. إن الأرض في الآخر لله، مش في المطلق. احنا بنشوف انت هتعمل ايه. اتفضل الأرض وريني. إنما أساسها فين؟ أساسها في الهوية دي. طب الهوية دي ليها أساس وليها صفات، ولذلك كنت عارف طبعا 100% وهو موسى راح كده هو وهارون وهم رايحين كده مع بني إسرائيل، كنت عارف إن دول مش هيكملوا مع دول. كنت متأكد من حاجة زي كده طبعا. أحد الأسباب هو وجود هارون معاه. تخيل، أحد الأسباب هو وجود هارون مع موسى. السبب الثاني إن موسى نفسه لما تنادى، مش كده لما بقولك في زمن التواصل أنت لازم تتغير. لما موسى اتنادى فاخلع عنك إنك بالوادي المقدس طوى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لما اتنادى في الحتة دي عرفت على طول إن موسى عليه السلام اختلف خالص عن الناس دي، اختلف عن الهوية دي تماما. مش هيبقوا ايه كومباتبل كده مع بعض، مش هيبقوا متوافقين مع بعض، متجانسين مع بعض. عارف خلاص الموضوع منتهي. فكنت عارف ان في النهاية ده اللي هيحصل. فافرق بيننا، قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي. فافرق بيننا على طول، منتهية. طيب هقرا كده. يعني أي حد، طب تمام، اللي ما عندوش بصيرة هيقرأ القرآن كأنه لم يقرأه. لا، القراءة هقول لك في فرق بين القراءة والتلاوة، فرق كبير بين القراءة والتلاوة. التلاوة للكل، إنما القراءة عايزة واحد مركز، واحد حاطط من وقته للقرآن.
علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان هو اللي عنده تعلق بالقرآن، بيبدأ تعلق بالعلم عامة. القرآن طبعا هو أكبر علم، فلازم تحط تركيز ليك مع القرآن. فالفقه عمل الحتة دي، إن هو خلاك تهجر القرآن. ده أول حاجة عملها. تاني حاجة هقول لكم عليها بس هقرأ كم تعليق كده. سلاما على من اتبع الهدى. ربنا يحفظكم يا رب. في ناس فاكرة إن القرآن حكاية عن اللي فاتوا قصص الأنبياء فقط. ما هو فاكر إن عبرة دي يعني اتعظ، ويجي يحكي مثلا عنها للأسف، يعني للأسف الشديد، يعني في المنبر أو في أو يعني لما أصادف، أنا طبعا ما بسمعش حاجات خالص، أو أصادف حاجة زي كده، تحس إنه بيحكي أساطير، بيحكي أسطورة. أسطورة ملهاش علاقة بالموضوع. حاجة أتعظ من إيه؟ يعني هل أنا ممكن أتأله مثلا؟ يعني إيه الوعظ؟ هو فاكر إنه عبرة يعني كده. اللي في فرعون أو في عاد، وأنا ممكن مثلا أبني حاجة أتفشخر بيها، أو أعمل زي ثمود مثلا هتجيلي ناقة أقتلها؟ إيه الوعظ في كده يعني؟ ما يعرفش حاجة. ليه؟ لأنه أولا ما شافش، ما حصلوش كشف للأحداث دي خالص. تاني حاجة لأنه عنده، مش بتكلم عن حد بعينه طبعا يعني، بس أنا بتكلم في الفكرة العامة. في الفكرة العامة العبرة دي أنت بتعبر بها للمستقبل. ده تأويلا، ده تأويلا. زي ما الناس فاكرة أن قصة يوسف عليه السلام قصة يوسف عليه السلام دي مسار تاريخي مهم جدا 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 للربط بين آل إبراهيم وآل عمران. دي معلومة هتسمعها لأول مرة في حياتك. ده ربط، ده حلقة وصل، ده كتاب ألف لام راء. كتاب ألف لام راء ده كتاب مهم جدا، حلقة وصل. يعني سيدنا إبراهيم المفروض إن هو جد يوسف. سيدنا إبراهيم ده إمام. الإمام ده كان مربوط بالاتنين، إسماعيل وإسحاق. تمام؟ في حد ودى هنا وحد ودى هنا. في بقى حد من اللي هيجي من الذرية دي هيبقى واصل مع المستقبل كله. فده موضوع طبعا عشان ما نخرجش بره الموضوع. المقصد ايه؟ ان قصص الانبياء دي قصص مستقبليه، تاويل، ولذلك اثرها موجود. اثرها موجود. يعني إن اللي بيقول لك ان فرعون من الهكسوس ده من اجهل خلق الله، ويقول لك ايه اللي هو الملك السادس. طب والخامس مين؟ طب والسابع مين؟ اي كلام في اي. مقصد منه تغييب الوعي. ودي طبعا معلومات من بني اسراء اصلا، لان بني اسراء نفسهم متاكدين ان هو فرعون هو رمسيس الثاني. طبعا مفيش كتاب واحد عندي من كتب التاريخ القديمه سواء من المصريين، خلي بالك، او من كتب المترجمه، الا وفرعون هو رمسيس الثاني. دي حاجه معروفه. ولكن ده مقصود. هل اتباعه هو نفسه اتخاذه امام؟ يعني مش فاهم. مش حاسس ان في حد بيقول حاجه صح وما عدتش بسمع حد. اكيد في ناس بتقول حاجات صح، اكيد في ناس بتقول حاجات ما سمعتهاش قبل كده، ده مؤكد يعني. ان ناس كتير، لان خلي بالك القرآن بدأت الناس برضو في زمن التواصين مع نزول الطاء تقرب. ففي ناس اكيد هتهتدي وهتوصل لحاجات وهتقول حاجات وهتتدبر في حاجات فاهمين. فمؤكد ان اكيد في ناس، بس انت براحتك يعني، دي حاجه تخصك. ولكن انا بقول اكيد ان في ناس هتوصل لعلم. العلم مش احادي. العلم مش احادي، انما درجته العليا احاديه. انما العلم نفسه مش احادي. يعني ما ينفعش العلم يبقى عند واحد بس. ما ينفعش العلم يبقى عند واحد بس، انما اعلاه عند واحد. لان القمه احاديه. القمه احاديه زي الهرم بالظبط. يعني ما ينفعش كان فرعون يقعدوا مع حد.
النبي زي ما قلت لكم كان بيبعث لوحده إلا موسى، ده ليه سبب عليه السلام. سيدنا موسى في معلومات لو قلتها عن سيدنا موسى، يلا. هو يحيى كان نبي؟ يعني كان رسول بعث لمين سيدنا يحيى؟ عيسى كان لبني إسرائيل، يحيى كان لمين؟ الخليفة. لولا الإنسان لم يوجد القرآن. الله يفتح عليكم يا رب. ما الفرق بين البشر والإنسان والشيطان؟ في فيديو اتكلمت فيه عن من هو الإنسان، في فيديو على اليوتيوب. أنا اتصدمت من المعلومة، أنا متأخر في التعليق. طيب أنا بحب موسى عليه السلام طبعا. فرعون موجود باسمه باليمن. يا عم إيه علاقة اليمن بالموضوع؟ هو إيه علاقة اليمن بالقصة أساسا؟ هو مين اللي خصوص أصلا؟ ما هو محدش عارف. تفصيل الكتاب. طيب في حاجة تانية بقى. نرجع تاني. الفقه الإسلامي زي ما قلنا أول حاجة عملها هو هجر القرآن. هجر لك القرآن خالص، لأن أصلا باني فقهه كله وباني الفقه بالكامل على الأحاديث النبوية، وخرج لك فأول حاجة عملها لك زي ما قلنا هو خلاك تهجر القرآن من خلال الفقه الإسلامي اللي مبني على الأحاديث، واخترع لك علم اسمه علم الحديث. والمقصد منه هو تتبع الرجال. يعني تتبع الراجل ده ممكن بيكذب ولا ما بيكذبش، الراجل ده شخصيته عاملة ازاي، الراجل ده عامل ازاي، ممكن كل ده ليه متفهمش. ولكن زي ما قلت لك هي جاية من هوية معينة. الهوية المعينة دي هي اللي بتقصد انها تفصص كل حاجة. فخلالك في 10,000 حكم في الصلاة. يعني تتبع الرجال زي ما بقول لك كده، ان مثلا الحديث مروي مثلا بالتواتر من كذا لكذا 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 عن كذا، فكل واحد فيهم انا بشوفه عامل ازاي عشان اعرف اخده ولا لا واكتبه ولا لا. فتلاقي مسند احمد فيك 100,000 100,000 ازاي يا عم؟ 100,000 ازاي تقدر تكتب حاجة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانت مش متأكد هو قالها ولا لا؟ ازاي؟ انت لو جيت قسمتهم على حياته عليه الصلاة والسلام لا يمكن يكون قال العدد ده اصلا، لا يمكن يكون قال العدد ده. ازاي تكتب حاجة زي كده اساسا؟ ازاي تعمل حاجة زي كده؟ فتلاقي بقى كتب كتيرة 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 كتير، وبناء عليه يعمل لك 1000 حكم في الصلاة، و1000 حكم في الصوم، و1000 حكم في الزكاة، و1000 حكم في كذا، و1000 حكم في... ثم بعد كده خرجت بقى فيه الإفتاء وبقى فيه مش عارف ايه. طبعا كل ده زي ما قلت لك يعني كتب الأحاديث أغلبها مش صحيح. ده مليار في المية. هو الرسول عليه الصلاة والسلام تخيلي كده مثلا هيجيب وقت منين يقول القرآن وجنبه كلام تاني؟ ما هو الكلام التاني اللي هو كلامه عليه الصلاة والسلام لو كان بنفس أهمية القرآن كان خلاهم يكتبوه، كان خلاهم يعملوا كده. إنما عليه الصلاة والسلام هو عارف إن وجوده هو كفاية مع القرآن اللي مستمر. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. مش مهم تعرفي أصلا، إحنا نشك في كله، ولا تشك ولا تفكري في الحكاية دي أساسا. يعني المقصد من كلامي
إن مش عايزك تفكري في الحكاية دي أصلا. خلي بالك، الحلال باين والحرام باين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلال باين والحرام باين، مش عايزك تفكر في الحكاية دي. ولذلك اخترعوا حاجة بقى تانية، ودي برضو هتسمعها برضو لأول مرة، ركز فيها. ودي هتسمعها ركز فيها، هي طلب العلم. يعني أعمل إيه؟ يعني تروح وتقعد تحفظ في الكتب دي وتذاكر في الكتب دي وكده، وأنا كده بطلب العلم؟ ويجي بعد ما يحفظها كلها، طبعا اللي بيعمل الحكاية دي بيبقى عنده غرض نفسي. وطالما في حتة نفسية، اعرف ان هيجر الباقي. ليه؟ لان الوعاء نفسه مش جاهز. الوعاء نفسه مش جاهز، والغرض النفسي ده ملوش علاقة بذنوب او بمعاصي او كده، لا، كده كده الكل في ذنوب ومعاصي. مش بحكم على حد في كده، بحكم على الحتة النفسية. طلب العلم محتاج حلقة، طبعا طبعا، موضوع مهم جدا. حتة نفسية. طلب العلم يعني ايه؟ يعني انت عايز تطلب. يعني ايه اطلبه اصلا؟ انت العلم بتسمعه بيجيلك، بتسمعه بيجيلك يا اما بتؤتاه. مش بتروح بتقعد تذاكر. زي ما برضو في ناس، لاحظت ان في ناس عايزة تتعلم عشان تقول، او عايزة تعرف المعلومة عشان يلحق يجري يقولها. يا عم، هي مش سبب. وده برضو بسبب الزمن اللي احنا فيه، ان كله عايز يتكلم وكله عايز يقول وكله عايز يظهر. يا عم لا، يا عم لا. هي مش حلبة سباق. والذين اوتوا العلم، الله يفتح عليك حاج ابراهيم، ممتاز ممتاز. في فرق كبير قوي. وسيدنا موسى راح يطلب العلم، ما جالوش. انت ما بتطلبوش، انت لو انت تستحقه هيجيلك. الوعاء. الوعاء. حلقة النهاردة ده ولايف النهاردة ده المقصد منه الوعاء النفسي. الفقه الإسلامي شوه الوعاء النفسي، شوهه. أول حاجة بعدك عن القرآن خالص تماما، انت مبقتش عارف منه حاجة. فهو مش عارف فيه حاجة أصلا. يعني حتى قصص الأنبياء 90% منها غلط، 90% منه غلط. تاني حاجة عمل لك حاجة بقى مع وجود الفقه الكبير ده. أصبح فيه إيه؟ أصبح فيه حكم، أصبح فيه حكم، أصبحت فيه أحكام. وأصبح كل واحد يقدر يحكم على التاني. ومن هنا بدأ التشوه النفسي، إن الحكم إلا لله. والله أنت لو قدامي بتعمل إيه في الصلاة أنا ما أقدرش. ده أنا أقول لك على حاجة، حتى لو أنا عارف، أنا لو شفتك هعرف نفسك من الرسم، من صوتك، من مشيتك، من كذا حاجة فيها أحكام للنفس. يعني ده خلق، الخالق البارئ المصور ورا بعض. خلق وبرأ وصور. فمن التلاتة دول هعرف مثلا نفسك فين. هنفترض مع علمي بالنفس لا يمكن أعرف صلاتك دي صحيحة ولا باطلة، حتى لو أنت عملت فيها إيه. هعرف منين أنا؟ لا يمكن هحكم على صيامك، لا يمكن أحكم على زكاتك ولا صدقتك. مستحيل. ومهما عملت، وكمان الفتاوي، ما هي دي الفتاوي اللي أنا قصدي عليها، مهما عملت
عباداتك دي مش هعرف احكم عليها، انما هعرف احكم على الباطن بتاعك يوديك فين. ومش هحكم ومش هقولك عليه، بس انا هساعدك، او هبقى عايز اقولك ان انت الباطن ده غير فيه، وده اللي انا بعمله اصلا معاك. الظاهر ما يفرقليش خالص، الظاهر ما يفرقليش خالص. فهم اهتموا بالظاهر بس، فالباطن اتشوه. فبقى عندك احكام، وطالما اصدرت احكام، اعرف على طول انك اتبعت ابليس. على طول، على طول دايركت. طالما فضلت تصدر احكام، هو بقى اصبح الدين كله احكام. لا ينفع، لا ما ينفعش، لا ينفع، لا ما ينفعش، لا ينفع، لا ما ينفعش. هو ايه ده اللي ينفع منه؟ هو ايه ده اللي هو ايه؟ شوهوا الدين، شوهوا الدين، لانه اصبح اغلبه هوية اسرائيلية. اصبح كله كده، وخلى لك كل واحد بمذهب، وكل واحد بمش عارف ايه، يقول لك انا ماشي على المذهب الفلاني. ايه ده اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه؟ فاهم حاجة عشان تعيد، زي ما قلنا تاني، ان حرف الطاء عشان تبدأ بالسين لازم يسبقها طاء. لو انت شايف ان السين لسه ما حصلكش هذا العلو او الارتفاع، يبقى الطاء عندك لسه ما وصلتش. طب عشان الطاء توصل، عايزك اهم حاجة لا تصدر احكام اطلاقا. لا تصدر او ما تصدريش احكام اطلاقا. ما تقوليش ده هو كذا، لا ده هي كذا، لا ده انت كذا، لا مفيش الكلام ده. الغيه من حياتك من اليوم، من اللحظة اللي بكلمك فيها. ما يمر الشهر 6 إلا وموضوع إصدار الأحكام من عندك منتهي. أنت بعد 100 سنة في الزمن اللي احنا فيه، بعد 100 سنة أنت مش هتبقى عارف الناس بتصلي ازاي أصلا، مش هتبقى عارف في كتب سنة أصلا ولا لأ. ده اللي بقول لك. طيب السند والإجازات في القرآن زي الأحاديث ده يعتبر إيه؟ يعني إيه يعتبر إزاي؟ مش فاهم. بمعنى إيه يعتبر إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. ممتاز. قلبك مش هيبقى سليم طول ما انت بتصدر احكام على الناس. موضوع اصدار الاحكام ده لن تكون سليم القلب طول ما انت بتصدر حكم واحد على الناس. لو شفت واحد، وخلي بالك ده في حاجة كمان الناس فهمتها بالعكس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الناس فاكرة ان انا امنعه عن الذنب. يا عم الذنوب حاجة والمنكر حاجة، وانا واحد عن الذنب بتاع ايه؟ انا انهاه عن الذنب بتاع ايه؟ انا انهى عن المنكر، حاجة مش مألوفة، اقول له بعد اذنك. انما واحد عايز يشرب كذا انصحه بس، انما انهاه اخدها منه بالعافية. زي مثلا ما شفنا واحد كان بيفطر عمدا في نهار رمضان، ده ينطبق عليه ذنب ومنكر، انما مش همنعه عنها. مش بتاعتي، عليكم انفسكم. احنا بقينا احكام ماشية،
بينا أحكام ماشية، وطالما أصدرت أحكام يبقى اعرف على طول كده قولا واحدا، ولو كنت فظا غليظ القلب، بالظبط كده بالظبط، اعرف على طول قولا واحدا إن الرحمة عندك قليلة. وطالما الرحمة عندك قليلة اعرف على طول كده يا مسكين إن أنت من أجهل الناس، جاهل. الرحمة قليلة يبقى أنت جاهل على طول، على طول. مفيش رحمة مفيش علم طبعا. في فرق بين رسالة الرحمة ورسالة العلم، في فرق كبير. في فرق بين رسالة الجهل ورسالة العلم، في فرق كبير. في فرق كبير. والأهم منهم هما التلاتة النفس. الأهم منهم هما التلاتة النفس. النفس اللي بتتكلم. النفس اللي بتتكلم. في ناس هتقدر تسمع وفي ناس مش هتقدر تسمع، بناء عليه على مقامات النفس. ممكن واحد، اسمع المعلومة دي، ممكن واحد يكون مذنب كبير بس مقامه النفسي عالي فيقدر يسمع. وممكن واحد تاني عبادته كبيرة وذنوبه أقل أو قليلة خالص وما يقدرش يسمع. ليه؟ لأن عنده حاجة في الميزان مخليه مقامه النفسي تحت خالص، وهي قلبه. فمخليها بعيد خالص، فمش قادر يسمع أصلا. مش قادر يسمع. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب السند والإجازات في القرآن الكريم فيها عن زي الأحاديث ده يعتبر إيه مثلا؟ يعني إيه يعتبر إيه؟ ما أنا مش فاهم. يعني إيه يعتبر إيه؟ الإجازة في القرآن دي أنت بتاخد إجازة بالتلاوة، إن أنت بتتلو مثلا بالأحكام دي وخلاص، بس ما رايحة بقى بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. مين يقدر يحكم عليها؟ محدش. إنما هي خلاص ده بينك وبين نفسك، دي حاجة جميلة، ربنا يحفظكم ويزيدكم يا رب، حاجة جميلة جدا. أنا لما أخلص بإذن الله سند في القرآن الكريم أقول أنا خدت سند عن رواية كذا، عادي. أحيانا بيحصل لبس في تحليل لتصرفات الشخصية وتكوين رأي دون الإعلان عنه. مفيش مشكلة. ما هو كده لا، عشان بس ما تفهموش كلامي غلط، كده أنا لما أشوف حد جوايا هيحصل حكم بحاجة بإن ده كذا وكذا، مركزش معاه وبتعامل عادي ومفيش أي مشكلة بسبب عارف. طب أنا أفترض إن أنت عايز تسمع فلان الفلاني وشايف في حكم عنه فلان وشايف في حكم فلاني عنه جواك، تاخد منه اللي ينفعك وما تاخدش اللي ما ينفعكش. بس خلي بالك النفس أهم. ليه النفس أهم؟ لأن اللي أنت بتسمعه، يعني كل نبي بيجي اللي بيسمعوه بيتأثروا بيه، بنفسه، بشخصيته، بيتأثروا بيه وبنفسه وبشخصيته، عشان كان نفس مهمة. ولذلك أنا لسه قايل حاجة دلوقتي، إن سيدنا موسى عليه السلام لما كان في الوادي المقدس أنا عرفت إن هو هينفصل عن بني إسرائيل. طبعا تأثير الشخصية خلاص.
لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا. خلاص، نفس الكلام بالظبط لما كان مع الخضر. أنا كنت متأكد في القصة دي إن لا يمكن هيمشوا مع بعض، لا يمكن، لا يمكن. ده شخصية وده شخصية، ده هوية وده هوية. هذا فراق بيني وبينك. آسف. نفس الكلام موسى عمله بالظبط مع بني إسرائيل، على طول على طول. الموضوع مش في الصبر، الموضوع مش في الصبر، الموضوع في الفرق. في فرق، في فرق في النفس. شخصيات مختلفة بالظبط، هوية مختلفة، هوية مختلفة. فأهم حاجة، أهم حاجة تعملها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهم حاجة فرق في الهوية طبعا. أهم حاجة تعملها لا تصدر أحكام، تحكمش على حد، تقولش ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا خالص، ولا هكون متبع الهوية الإسرائيلية وهكون متبع إبليس. أحكام الفقه والكلام ده كله، كل ده في شنك، ملوش أي وجود ولا ليه أي أساس من الصحة خالص. مش معنى كده إن أنت لما يكون فيك حاجة ما تسألش، لا اسأل، ما عنديش مشكلة. اسأل، اسأل واستشير واعمل كل ده، ما عنديش مشكلة. وروح لدار الإفتاء، كل ده أنا ما عنديش مشكلة معاه تماما. إنما في الآخر لو هم هنفترض إن هم قالوا لك حاجة، هم مش هيتحاسبوا مكانك. معنى كده إن الشخصيات المختلفة هيحصل بينهم فراق؟ مش شرط، مش شرط. لأن امرأة فرعون ما انفصلتش عن فرعون، ما انفصلتش عنه، مش شرط. لو هم هنفترض إن أنت بتستشيرهم في حاجة، لو هم أضلوك، يعني مثلا لو في حد بسبب مثلا إنه سمع مقولة القرآن مش أي حد يفسره مثلا، هنفترض يعني، وبناء على الجملة اللي سمعها دي من شيخ الفلاني حصل له إنه بعد نفسه عن أي تدبر أو أي تفكير في القرآن أو أي حاجة، هنفترض يعني، ومشي كده طول حياته، هل الشيخ اللي سمعها منه هيتحاسب مكانه؟ لا. أنت بنفسك كده وأنت مقتنع بالمعلومة هتاخد بعضك كده وأنت مع نفسك كده، تعالى اتفضل، محدش هيتحاسب مكانك، محدش هيتحاسب مكانك. إنما أنت بقى حظك لو اتبعت مهتدين أو مهديين بالذكر هتبقى معاهم. فمين اللي يحدد كده؟ حضرتك. طب حضرتك عشان تعرف تحدد كده لازم يكون بنفسك، نفسك فيها طهارة معينة تقدر تنقي. ولذلك في دورة علم الكتاب قلت لهم على سورة الشعراء من الصور اللي تخليك تعرف تميز مهدي زمانك أو المهديين في حياتك. لو بتسمع 10 شيوخ مثلا أو 10 بيتكلموا في العلم في الدين، تقدر تطلع 3 منهم المتاحين بالنسبة لك، المناسبين لزمنك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طبعا. بس في أصحاب شخصيتهم مختلفة بعد التواصيل ممكن ما يكملوش أصحاب، وماله الفراق ده يا جماعة حتمي. لو ما فرقتوش في الدنيا هتفرقوا في الآخرة عادي. يعني هو فرعون وامرأة فرعون،
دول هيبقوا مع بعض؟ هما اتدفنوا سوا. هي في حتة وهو في حتة، هي في حتة وهو في حتة تانية خالص، وهو في حتة تانية. وده مشهد هقول لكم عليه يوم القيامة عن الاتنين دول تحديدا، سر من أسرار علم الكتاب في القرآن الكريم، ومن أسرار الحضارة المصرية القديمة. فعشان بس تحسوا قد إيه ببقى متضايق لما ألاقي ناس بتتكلم عن الحضارة المصرية بجهل مطلق. لأن القرآن هو مش بيغلط في الحضارة المصرية وبيقول حاجة غلط، لأ، هو بيتكلم غلط عن القرآن، لأن الاتنين بالنسبة لي لا ينفصلوا إطلاقا. أنا بعرف حاجات من الذكر المرئي، الآثار المسطرة من القرآن، والعكس بعرف حاجات من القرآن عن الذكر أو عن الآثار وهكذا. طيب، يبقى اللي كنت عايز أقوله النهاردة إن حضرتك هتبدأ تمسك كتابك، تبدأ تمسك كتابك. هل بئر زمزم مصدره من؟ مش عارف الحقيقة. تبدأ تمسك كتابك، وكتابك ده تبدأ تسطر فيه كده بنفسك. هتبدأ تقول أنا الحادثة الفلانية أو الموقف الفلاني أنا خدت فيه قرار، أكشن معين عملته. الأكشن المعين اللي عملته ده غير مساري. أنت بقى تحكم على نفسك مسارك ده هيوديك فين، في الجنة أو في النار. هو ده اللي أنا عايزك تاخده من لايف النهاردة. ازيك يا محمد؟ لماذا فرعون كانوا نفس التراب، بينما القرآن بيقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات؟ لأن الفرقان حصل بموسى. والفرقان يا جماعة مش هيحصل. أنا محمد، من عارف يا محمد حبيبي عامل إيه. الفرقان ما بيحصلش من بداية الخليقة، لأ. الفرقان بيحصل لما بيجي لك الرسالة. هي جالها الرسالة موسى، هو اللي خلاها بقت في حتة تانية. إنما كانت زي المصريين عادي خالص. موسى هو اللي فرق البحر. افهم، لازم تبقى عارف ان الطواسين بتاعت موسى فرقت البحر. افهم، طواسين وعصا موسى فرقت البحر. هي كده. عشان كده قلت في تخلي طبعا، في انفصال. لازم تترك الشرك، لازم صلاة السكون، لازم تنفصل عن الحجب بتاعتك اللي منعاك عن الاتصال، عن التمييز. هتنزل بإذن الله يوتيوب. إنما هو الملخص كنا بنتكلم عن الفقه الإسلامي وحرف السين والياء والنون والنساء والرجال والطهارة، وإن الإنسان لازم لا يحكم على الناس إطلاقا. ما يحكمش على حد تماما. مفيش حكم. كتابك مع نفسك وانت الحكم على نفسك. وخلي بالك، تكون من أتباع إبليس. حتى لو انت بتتعلم، حتى لو انت بتذاكر وبتتعلم ممكن تكون من أتباع إبليس وانت مش واخد بالك. إن الله تعالى هيجازيها. مظبوط، صح. وخلي بالك فرعون نفسه لو ما كانش راح ورا بني إسرائيل، أو ما كانش راح وراهم، ما كانش هيتعذب، أو ما كانش هيغرق. كانت يحصل له حاجة تانية مذكورة برضه، ولكن ما كانش هيغرق في البحر. دي الاحتمالات.
ده علم الاحتمالات، ده علم النفس. علم النفس ده علم احتمالات. يعني هو الاحتمالات دي كنت بشوف مثلا، ابص كده على الفراغ اشوف مثلا هو هيعمل انهي احتمال فيهم وابقى عارف نهايته كذا، ده كذا وده كذا. هو كتاب مسطور. او فرعون الطيبين؟ لا طبعا، كتاب مسطور. مسطور. يعني ايش اسعى ولا، يعني ايش اسعى؟ انت بتسأل. اسعى ده يعني ان انت بتعمل حاجة في بينك وبينها اتصال، بتسعى ليها. انما التمني هو حاجة انت بتتمناها مش هتشوفها اطلاقا. ام للانسان ما تمنى، يعني كل اللي انت بتتمناه ده مش هيحصل. كل اللي انت بتتمناه مش هيحصل. يعني التمني ده حاجة مفيش بينك وبينها اي علاقة، بس انت متمناه وخلاص. لا انت بدأت خطوة فيها ولا انت شايفها ولا اي حاجة. ده اسمه تمني، جاي من الأمنية. انما السعي ده هو اللي انت هتشوفه. انت بتسعى لحاجة معينة، هو اللي انت هتشوفها، هي اللي انت هتشوفها. وده مطلوب للرجال في شهر 6 وفي 2026 عامة، ان هم اقرب للعرش. هم اقرب للعرش، اقرب للعلو والعلو والعلو والعلو، بالدرجات طبعا، بالدرجات. هم اقرب من النساء. اختبار النساء مختلف لان هم عكس السين. هم عكس السين. النساء نون مكسورة وسين، نساء. عكس السين، سين ياء نون. ولذلك الاختبارات كانت شديدة السنة دي، أحداث في أحداث في أحداث في أحداث في أحداث. وده قلنا من بداية السنة يعني. طيب، في حاجة أخيرة قبل ما نختم، وهو رقم 6. رقم 6 مربوط ب رقم 6 طبعا هو فاصل بين ال5 الميزانية وال7 ميزان الجمع. والسبعة ميزان الجمع. والسبعة ميزان الجمع. ولذلك رقم 6 ده هو رقم الولاية وإبليس والنساء. لأن أكثر أولياء إبليس من النساء، ما يزعلوش مني طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده: إني رأيتكم أكثر أهل النار. فمعنى كده إن هم أكثر الناس اللي ممكن تتبع إبليس. وده شفناه لأن أحداثهم زايدة السنة دي بسبب السين. رغم إن السين حرف علو، لأن أحداثهم السلبية كتير. ليه؟ إن أغلبهم من أولياء للأسف إبليس. أغلبهم من أولياء إبليس. اللي بيعدي ال6 بيوصل للميزان الجمعي. 7 اللي بيعدي 6. فالبداية الولاية من رقم 6. قلت في أحد فيديوهاتك هشرحه بإذن الله لما أجي أتكلم على فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هشرحه بإذن الله لأنه مرتبط بفرعون نفسه، ومرتبط بالحضارة المصرية القديمة، ومرتبط بسيدنا موسى عليه السلام، مرتبط بكذا حاجة. فبإذن الله هشرحه. يا رب بإذن الله الميزان الجمعي 7 اللي هو مربوط بالذكر ومربوط به الناس ومربوط به السماوات اتكلمت عنه في حلقة الذكر. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة. كنت مبسوط إن أنا كنت معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى. اتكلمنا عن السين بحروف بقى، السين والياء والنون. اتكلمنا على جنوب مصر يكون لنا أحداث معاها، نهر النيل، التسطير. واتكلمنا أهم حاجة عن كتابك وكتابك اللي انتوا المفروض من الشهر ده تكون مفترق طرق بالنسبة لكم، ان انتوا يكون كتابك واضح، في وضوح. يعني ايه؟ يعني تكون عارف النقطة دي انا اتصرفت فيها كذا، صح ولا غلط. لو صح تمام، الحمد لله رب العالمين. لو غلط برجع للنقطة دي وصحح اللي انا عملته. لانك في الاخر هتكون اكبر حكم، قاضي نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويدخلكم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبعدكم عن اتباع الشيطان. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ممكن أطلع لايف انستجرام بإذن الله سبحانه وتعالى.
ويبعدكم عن اتباع الشيطان. وزي ما قلت لكم سورة الشعراء، طبعا سور التواصين كلها مهمة، سورة الشعراء بتحدد لك تعرف تتبع ازاي، تمشي ازاي، تتبع مين، تشوف مين، تشوف رؤية عن مين، وهكذا. وطبعا في الآخر انتوا بتستمعوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولكن خلي بالك وانت بتتبع أو بتسمع ان انت هتتأثر بالنفس، تتأثر بالنفس اللي بتسمعها. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويزدكم من نوره سبحانه وتعالى. اتشرفت ان انا كنت موجود معاكم، كنت مبسوط معاكم جدا. باذن الله مش هنتاخر ان شاء الله سبحانه وتعالى، هيكون في مفاجآت، وانتظروا حاجه قريبه جدا جدا جميله باذن الله. لانه انا باذن الله سبحانه وتعالى، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. باذن الله في مفاجاه قريبه، في مفاجاه قريبه، في مفاجأتين قريبين باذن الله سبحانه وتعالى، يكونوا في شهر 7 ان شاء الله. أشوفكم بإذن الله على ألف خير، والسلام عليكم. لا مش الكتاب، الكتاب لسه شوية، الكتاب لسه شوية. في مفاجأتين هقول لكم عليهم، ما تستعجلوش يعني، ما تستعجلوش بإذن الله سبحانه وتعالى. نخلص بس اللي احنا بنعمله دلوقتي، في مفاجأتين قريب في شهر 7 غير الكتاب إن شاء الله، هتعرفوهم واحدة ورا واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى. دورات، لا الدورة هخلص بس الدفعة الأولى، احنا عندنا 10 فيديوهات، فاضل يكتب حاجات بسيطة، نخلص بس الدفعة الأولى الاختبار وياخدوا الشهادات، وبعد كده بإذن الله هنعلن عن دفعة تانية من دورة علم الكتاب، مبادئ علم الكتاب. بس في حاجة بعملها بقالي فترة، بقالي كام شهر كده من أول السنة، هعلن عنها بإذن الله قريب. الكتاب الجديد لسه، والله لسه مش الكتاب الجديد، هعلن عنها قريب. وفي حاجة تاني في شهر 7 بإذن الله لسه هبدأ فيها يعني، لسه هتجهز إن شاء الله. هتكل يعني هتعرفوها بإذن الله، هتعرفوها بإذن الله. علم جديد، لا مش علم جديد، هو مفيش علم جديد أصلا، حاجات كلها حاجات بتخرج إلى النور لما بيجي زمانها. بس أشوفكم بإذن الله على ألف خير. كنت مبسوط جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. 8 شوان وتسيبنا، طب ما أنا كنت معاكم بقالي ساعتين، الحمد لله، حلو يعني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. أشوفكم بإذن الله على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.